النقطة التانية بس الأول، وبعدين نروح نشوف موضوع الترنيم. النقطة التانية اللي تقدر تثبت بيها ألوهية الإنسان يسوع. احنا في المداخلة الثانية بنوب مع ملاك اسكندرية حوالين لاهوت المسيح من الكتاب المقدس. المداخلة الأولى اعتمد على نص بيدعي فيه سجود توما للمسيح سجود عبادة، وطلع اللقطة من فيلم هو اختلط عليه النص في فيلم شافه. النهاردة مع مداخلة جديدة اللي أنا وعدتك فيها بضحك للصبح. استنى لآخر الفيديو هتستمتع وتتعلم وتضحك. تعال نشوف. السيد المسيح قال ان من رآه فقد رأى الآب. تمام. انا معكم زمان هذه المدة ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول انت أين الآب؟ ألست تؤمن اني انا في الآب والآب فيا؟ الله فيا. في نبي او في انسان يقدر يقول الكلام ده؟ دي في يوحنا 14 من 9 ل 10. يعني ان الله في يسوع المسيح، ما هو النص فيه مفارقة ان الله مش هو نفسه يسوع المسيح لما الله فيه. يعني انا لو قلت انا في الاوضه يبقى مش انا نفس الاوضه هو ولا ايه؟ ألست في انسان، انا كلامي واضح، في انسان يقدر يقول ألست تؤمن اني انا في الآب والآب فيا؟ في حد يقدر يقول الكلام ده؟ غير الله يعني نفسه؟ تمام. يعني انت معيارك دلوقتي على ألوهية المسيح ان الله في يسوع المسيح ويسوع المسيح في الله. ده حتى في آية تانية حضرتك يا استاذ ملاكي بتوضح الكلام ده تاني، بتقول ايه؟ اخذ اليهود حجارا ليرجموه، ليس فقط لما لم ينقض السبت، لا الله معادلا نفسه بالله. اسمعني انا بحب اتكلم معاك، لان احنا لما نتكلم في نقطه بنكون مركزين فيها وما بنعملش نص العصفوره ونروح لنص تاني. ما في حاجات بتوضح النقطه دي. لا ثواني، انت انا مصدقك يا بنوب. معلش انا مش هغير النص. ما في حاجه بتوضح النص ده، عايز اوضح حته نقطه في النص ده. انا مصدق كلامك ايه الموضوع اللي انا هقوله؟ انا عايز دلوقتي المعيار اللي انت قلته. ايه الموضوع اللي انا هقوله؟ مش هتصدق ايه الموضوع اللي انا هقوله؟ خلصت؟ طب انا ما خلصتش. هخلص وبعد كده نتكلم. طيب قول كلام ملوش علاقه بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه معاك دي، وبعدين نرجع تاني. ماشي هنرجع تاني نسألك نفس السؤال ان الله في يسوع المسيح. اتفضل معاك. تمام. اخذ اليهود حجاره لكي يرجموه لانه لم ينقض السبت فقط، بل جعل دقيقه كده اجيب لك نص، بل جعل نفسه بل قال ايضا ان الله ابوه، معادلا نفسه بالله. بالظبط، معادلا نفسه بالله. في حد يقدر يعادل نفسه بالله؟ في حد يقول انا في الاب والاب فيا؟ بس انا خلصت. اتفضل اقفل المايك. تمام. يبقى المعيار الثاني دلوقتي عشان نحط بس هاي ريسك على كلامك، ان يسوع لما يقول انا في الاب والاب فيه، فما حدش من صلاحياته ان هو يكون في الله والله فيه غير الاله نفسه. ما ينفعش انسان عادي يبقى عنده الميزه ديت. انا فاهم صح؟ مظبوط. صح مظبوط. تمام. لو يبقى يا جماعه النقطه الثانيه اللي هو هيرجع فيها على طول، ان هو بيقول ما فيش حد في الله والله فيه غير اذا كان الاله نفسه. يعني ما فيش اي حد من المخلوقات ممكن يكون عنده الميزه ديت. انت هترجع في كلامك يا استاذ بنوب، لان للاسف من سوء حظك ان الميزه ديت موجوده في كل المؤمنين. لو رجعت في رسالة يوحنا الأولى 4:16 النص بيقول من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. في الله والله فيه، يعني هو في الله والله فيه. يو ارجع في كلامك. يلا اتفضل معاك المايك. من يثبت في المحبة، ثانية دي في رسالة يوحنا صح؟ يا الله فيه وهو فيه. تمام. يقول بقى ان الله بيبقى فيه وهو في الله، ده ما ينفعش يبقى إله يا جماعة، ده إنسان عادي يا جماعة. انتوا بتقولوا إيه؟ بس اتفضل معاك المايك. المسيح بيقول، انا مش عارف ايه اقوله لك. لخبطتني بقى انا. لا انا عايزك تهدى كده وتركز كده. لا تتوتر عادي لا تتوتر. هكمل لك المداخله بقى، وطبعا وعد الضحك موجود طبعا، لكن هو اعتمد على نص انا في الله والله فيا عشان اوريك بس ان هم مش بيدرسوا الكتاب المقدس وبياخدوا يعني الجمل كده هوت زي ما هي محفوظه ومش بيدرس. الاخ باشمهندس ملاك اسكندريه جاب له نصوص تانية على ناس تانية، بدا يقول لك لا دي مجازي ودي بالتبني ودي بالحقيقي وده اب بجد، وقعد بقى يهرب من الحوارات وكده. فطبعا ملاك اسكندريه انا حاسس انه واخد عيل صغير على القهوه كده، يعني مش هكمل بقى، بس المصريين فاهمين اللغه ديت يعني. تعال نشوف بقى ضحك السنين. انت قول يا جماعه انا ثابت على فعلا كل البشر دول الهه. كل البشر فعلا الهه يا جماعه، وانا ثابت على معياري ان مفيش انسان ممكن يكون في الله والله في غيره. المسيح انا في الاب والاب فيا بالفعل فعليا.
يعني مثلا المسيح ابن الله فعليا، لكن انا ابن الله بالتبني. يعني عندنا ترنيمه بتقول ايه؟ اتبناني ودي باينه، اتبناني بالتبني، فانا ابن الله بالتمني، لكن المسيح ابن الله حقيقي. قول الترنيمه تاني، انا ما سمعتها. قول الترنيمه تاني، ما سمعتها. اتبناني ودي باينه اشتراني حن عليا، اتبناني ودي بيا واشتراني حن عليا. ما تحكيش يا استاذ ملاكي. يعني انا بجد يا بنوب، يعني انت ما حدش اكتشف مواهبك؟ ما رحتش مثلا في عرب ايدول سافويس كيدز؟ يعني بجد مواهب كده عظيمه. يعني احنا يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه. انا فخور ان انا بتكلم معاك. ابويا يبقى القدير، ابن وليا شان كبير، ابويا يبقى القدير، ازاي اخاف انا مش شرير مهما جاني، اتبناني ودي بيا واشتراني حن عليا، نساني الماضي القاسم، خلى لساني يقول تاني، غسلني بدمه الكريم وفداني، كمل يا استاذ ملاكي. ايه رايك في صوتي؟ رائع. انا المستغرب لحد دلوقتي ليه ما قدمتش في عرب ايدولز فويس كيدز. الحاجات دي كلها يعني الناس لازم تكتشف مواهبك يا استاذ. انا عامل ترنيم على قناه يا استاذ ملاكي، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ لا انا لازم ادخل على قناتك واشوف المواهب دي كلها بجد يعني. لا بجد يعني اول مره اعمل حاجه. لا انا مش عايزك كان في ترنيمه كده اسمها انا الخروف الضال، انا كنت بحب اسمعها جدا. كان في ترنيمه اسمها انا الخروف الضال. بتقول يا استاذ ملاكي صوت سمعتها؟ تعرف تقول جزء منها؟ لا خلاص خلينا في موضوع. زي ما وعدتك، شفت الضحك مفكر نفسه صوته حلو وعمال يقول ترميمه ومش عارف ايه. انا مش عارف بقى الاخ الباشمهندس ملاك اسكندريه بجد بيجيب الصدر الواسع ده منين. كان بعض الاخوه المعلقين المتابعين بيقعدوا يقولوا لي انت بتصبر على طريقه كلامهم ازاي؟ انت ما بتردش عليهم ليه؟ ما بتردهمش الشتيمه بالشتيمه ليه؟ يا عم شتيمه ايه؟ انا لو شتمنا احسن من فقع المراره ده فقع مراره. ده انا جايب عيل بددي ولا ايه ده؟ هو ده طالع ليه اساسا؟ ده طالع ليه؟ عاوز نموذج. انا عاوز نموذج يكون يعني بيحاول المحاور المسلم فاهم الكتاب وعارف النصوص، كله من عنده. الراجل في المداخله الاولى طلع من افلام، بيعتمد على افلام، يعني حاجه معديه المسخره بمراحل. وتاني يقول لك انا صوتي حلو، والتاني هيعمل له ايه؟ قال له لا انا اخش على قناتك واسمع صوتك وبتاع. انت صراحه موهبه عظيمه بصراحه. انت يا اخي مش عارف بتجيب صبر الجبال ده منين. هكمل لك بقيه الحوار. انت دلوقتي قلت معيار اللي بيبقى في الله. دي ترجمه الصوت بتدور عليا فيها انا الخوف الضار. يا عم بص كل ما ترجع في كلامك مره هخليك تقول ترنيمه. دي اللي انت قلتها دي كانت بتاعت توما سجد ليسوع المسيح. النقطه الثانيه بقى اللي هي بتاعت من الله فيه وهو في الله. انت قلت ما حدش بيبقى عنده الميزه ديت غير الله. احنا قرينا الكتاب المقدس لقينا ان ملايين البشر عندهم نفس الميزه ديت. النص بيتكلم عن المؤمنين، يعني توني خليفه بورد كرداحك. لا هو بص يا بنوب انا ليه دعوه باللي انت قلته. النص هنا ما قالش بالتبني ولا مش تبني. موضوع ابن الله بالتبني ولا بالحقيقه دي نقطه ثالثه ممكن نبقى نشوف نوع البنوه بتاعت يسوع المسيح. ملهاش دعوه بان هو في الله والله فيه. فدلوقتي انا هسالك سؤال مباشر، انت ثابت على موقفك ان اللي بيبقى في الله والله فيه ده بيكون اله حقيقي، ولا ممكن يكون فيه انسان عنده الميزه ديت ومش شرط ان هو يكون اله؟ جاوب بصراحه. من يثبت في المحبه زي ما قال الناس يثبت فيه وهو فيه، يثبت في ربنا. لكن ربنا لكن مش بثبت فيه بالفعل بالطبيعه بالفعل، لكن السيد المسيح بالفعل. انا في الاب ولا فيا بفعله بجوهره. بس النص عند يسوع المسيح ما قالش انا في الاب والاب فيه بالفعل، ولا هنا قال من يثبت في المحبه يثبت في الله بالفعل او من غير الفعل. الكلام ده دي تفاسير بقى يا استاذ ملاك، دي تفاسير. لا ثواني انت قلت ايه يا بنوب؟ انت قلت ايه؟ انا راجل دارس الانجيل وكلمني من الانجيل. حتى لما الناس كانت بتكلمك المره اللي فاتت قلت ماليش دعوه بتفاسير، انا ليا دعوه بالانجيل. فالحقيقه الكلام اللي انت بتقوله مش موجود في الانجيل، وانا الانجيل وتفاسيره. لا ثواني معلش. يبقى انت عايز تقول لي ان التفاسير بتقول الكلام ده بس الانجيل ما بيقولوش. فبالتالي ايوه التفاسير بتوضح الكلام ده. يبقى دلوقتي النتيجه اللي احنا وصلنا لها ان الناس اللي الله فيهم وهم في الله دول مش آلهة، صح كده؟
صح ولا غلط؟ بمنتهى البساطه. طبعا مفيش حد اله غير الله. جميل جدا، شكرا. شكرا جدا. يبقى يا جماعه النقطه الثانيه الاستاذ رجع فيها، كان بيقول ما فيش انسان ممكن يكون في الله والله فيه غير الاله نفسه. طلع ان ممكن يكون في انسان الله فيه وهو في الله، هو مش اله. تاني نقطه خلصت يا استاذ ابو نوب، فاضل لك 3 نقاط بس. احنا هنختتم النقطه دي بترنيمه، شوف اي ترنيمه انت عايزها وقولها وخلينا نستمتع بصوتها. اتفضل معاك المايك. أعطى فرحا لنفوسنا تذكر اسمك القدوس يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح. كل أحد يباركك السمائيون والأرضيون يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح، لأنك أنت وحدك مستحق أن نباركك يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح. تسبح اسمك القدوس كل قبائل الأرض يا ربي يسوع المسيح مخلص. تمام يا بنوب، يعني حوش شويه، يعني ما تديناش كل الحلاوه كده مره واحده يعني. استمتعت كويس بترانيم ابانوب، صوته الروعه الجميل ده انا بيفكرني باصوات جميله جدا يعني بصراحه، فوق منتهى الروعه. لكن هنرجع لنقطتنا الاصليه. بص انا اللي بستفيده بقول لك عليه، اللي انا استفدته من الحوار شخصيا بقول لك عليه. واحد، ان هم بيستدلوا بالنصوص تقريبا هم مش حافظينها، هم سامعينها كده. كمان عندهم هاجس كده او لخبطه من فيلم، سمع كلمه في فيلم، قرا كلمه في الكتاب المقدس ان كان بيقروا، سمع كلمه من كاهن، لكن ما عندهمش علم مظبط، يعني ما عندهمش استناد علم مظبط. وطبعا وده راجع ان هم مش حافظين النص اصلا الكتاب المقدس. واتحدى ان يكون في مسيح على وجه الارض حافظ الكتاب المقدس، لكن ممكن تجد مسلمين حافظين نصوص كبيره قوي من الكتاب المقدس، بل ممكن تجد مسلمين حافظين الكتاب المقدس كله. اول ما تقول النص يقول لك العدد والاصحاح والسفر وكل حاجه. فطبعا قله العلم ده، وان هم واخدين دينهم كده بالمحبه، انت فاكر كله بالحب، يعني كله بالحب. النقطه الثانيه اللي عاوز اتكلم فيها ان هو المفسرين، هم بياخدوا من كلام المفسرين اللي اصلا ما فيش قرينه عن نص. وانا قبل كده قلت لك ان ان كل نصراني كنيسه لوحده. حتى المسيحيين العاديين لما ييجوا يتعاملوا مع النص بيتعاملوا معاه كل واحد بدماغ لوحده. مفيش معايير، دين ملوش معايير، والله ما ليه معايير ثابته، كل واحد بيمشي على دماغه. يعني مفيش، بص انا هديك مثال وهنخلص الفيديو ده. في نص بيقول كل الاشياء تحل لي ولكن ليس كل الاشياء توافق. فين بقى المعيار؟ فين معيار الحلال والحرام؟ كل بقى النصوص ماشيه بالطريقه دي. ان شاء الله مع المداخله الثالثه واوعدك اكثر ضحك. شكرا لاخونا ملاك اسكندريه، ولسه بنوه اشترك في قناه ملاك اسكندريه، هتخسر كتير لو ما اشتركتش في هذه القناه.